السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباحكم كده صباح فل ونادي باذن الله. قلت بقى النهارده بما اني صاحيه بدري شويه وعندي ولادي كانوا موجودين في البيت، ويعني ايه بسيط لما بنتجمع على فطار، يعني بسيط لما ايه اقول لك انا بنفطر كلنا مع بعض. كل واحد بقى ايه اللي بيقوم من النوم يفطر سندوتش جبنه، يعمل كوبايه شاي كده، كوبايه نسكافيه من غير ما يفطر اي حاجه، يستنى للغدا. فقلت لا، بما اننا بقى ايه متواجدين النهارده فاحضر لهم كده ايه الفطار، بما اننا قاعدين مع بعض ودي ما بتحصلش كتير يعني. حضرت هنا حلاوة وقطعت خيار، وكان في قطعتين من اللانشون، وسلقت بيض كده وحطيت عليه ملح وفلفل اسود، وقطعة من الجبنة، وابني نزل ايه جاب عيش فينو. وبكده حضرت الفطار بتاعنا النهاردة ان احنا ايه هنتجمع مع بعض. اتفضلوا معانا. هنبتدي بقى نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وعندي هنا وركين من الفراخ مش عارفه اعمل فيهم ايه. لو عملتهم للغدا بما اننا متجمعين مع بعض مش هيكفونا، لان احنا بنعتبر 4 افراد، هتدي مين الكفه ومين الدبوسه؟ الدبوسه قليله برضه. فقلت ايه لا، هعمل بقى ايه اكله ايه اختراع النهارده. اول حاجه قلت بقى ايه اشيل الجلد بتاع الوركين. هو ورك صغير وورك كبير، الاتنين مش قد بعض يعني. ابتديت كده بعون الله بقى كده اشيل الجلده بتاعت الفرخه. وابتدي بقى ايه قلت ايه هخليها كده، اجيب الايه السكينه بتاعتي والمقص اللي انا معروفه بيهم، دول ايه العامل المساعد بتاعي. وابتديت اخد الورك كده اخليه من فوق كده لعند العظمه عشان ما اخليش فيها ايه اي لحوم. بالشكل ده كده بطلع اللي هي الايه العظمه الاولانيه. يعني لما بتخليها كده رايح جاي بالسكينه بتخلي معاكي ايه على طول بسهوله يعني. وابتديت بقى اجيب المقص كده افتح من عند العظمتين بالشكل ده، داير ما يدور كده. ده بقى ايه بيسهل عليا بقى، وانا بقى ايه اخلي حوالين العظم بالسكينه. على فكره اللي معلمني الطريقه دي رحمه الله عليه والدي رحمه الله، هو اللي كان معلمني اخلي الورك ازاي يعني. الحمد لله، ربنا يرحمه يا رب ويجعله في ميزان حسناته. ابتديت بقى اخلي العظم خالص بالشكل ده، بتخلي بمنتهى السهوله والعظمه بتطلع نظيفه، مش فيها اي استفاده يعني، مش هتستفيدي منها بحاجه. حاولت اخلي بقى خالص كده حوالين الايه العظمه خالص، واطلع بقى ايه اهو زي ما انتوا شايفين كده. العظمه طلعت ما فيهاش اي حاجه، وادي الورك بخيره وفضلة خيره كده زي ما بنقول. وهاجي برضو على الورك التاني نفس اللي عملته في الاولاني هعمله في التاني. هبتدي من عند العظمة من تحت ألف كده إيه السكينة داير ما يدور، وأجي من فوق من عند العظمة اللي هي بتاعت الورك، وابتدي أخليها كده تقوم تخلي معايا على طول بسهولة. طبعا هتقولي لي بقى ايه هتعملي فيهم ايه بقى دول يا صفاء؟ هقول لك هسلقهم وهعمل منهم شويه شوربه حلوين، يعني مش هنرمي حاجه، مفيش حاجه هتترمي. بس بستنى ايه يبقى في فراخ هتتسلق، واروح حطها في وسطيها تعمل بقى شويه شوربه حلوين. ابتديت بقى ايه بالمقص كده اخلي حوالين العظم بالشكل ده. طبعا الاتنين اتخلوا بمنتهى السهولة. اهو خرج الاتنين بالشكل ده. يبقى عندنا ايه وركين الفراخ مخليين، وده العظم بتاعنا. هنسيبه بقى لما نيجي نسلق فراخ نحطه معاه. هنبتدي بقى ناخد عندنا ال انا وقفت خالص. هنبتدي ناخد بقى ايه الوراك اللي احنا خليناها بالشكل ده ونقصها بقى ايه بالمقص او بالسكينه. المهم عايزاها ايه طرنشات كده او شرايح. طلعت اهيت، انا لما وزنتهم طلعوا نص كيلو بالظبط والله. قطعتها بقى قطع صغيرة كده، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنسمي بسم الله. وعندي هنا بصلتين كبار متقطعين مكعبات، عليهم ايه قرنين فلفل كده بارد او حراق زي ما انت عايزة، ولو عندك فلفل الوان ضيفي، انا ما كانش عندي بصراحة. وابتديت بعد ما شوحتهم كده البصلة مع الفلفل نزلت بالايه بقطع الفراخ بتاعتي.
ابتديت اشوحهم كده. هننزل بقى بالتوابل اللي عندنا عبارة عن ملح، توابل او بهارات فراخ، عندنا اللهم صل على النبي توابل اللي هي بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، شوية بابريكا، شوية شطة، توابل فراخ، وطبعا الملح. وابتديت بقى ايه اقلب بقى الفراخ بتاعتنا، تشوحها حلو لغايه ما تنزل ميه وتشرب الميه بتاعتها. انا عايزاها ايه مستويه. بعد ما خلصت الفراخ جيت بقى في حله كده، حطيت شويه من الدقيق، قلبتهم كده في سمنه، وابتديت اقلبهم حلو كده. بعد ما حمرتهم يعني اتحمروا كويس، نزلت عليهم بنص كميه اللبن عشان ما يكتلش معايا، وبعد كده نزلت بباقي كميه اللبن. هحط عليه بقى ملح وفلفل اسود، وابتدي اقلب كده. البشاميل بتاعنا سهل وسريع، وكمان عاملاه خفيف جدا زي ما انت شايفه. وهنا عندي على جنب المكرونه كانت بتتسلق. اظن اكله اسهل من كده مفيش. كده الاكله دي هتاكل العيله كلها، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبارك في الاكل. ابتديت بقى جبت المكرونه اللي عندي صفتها، وابتديت احط عليها الفراخ اللي احنا تبلناها مع بعض، واحط نص صوص البشاميل. البشاميل ده سايل مش رابط قوي زي ما انتوا شايفين كده، لان انا عايزه المكرونه ما تبقاش رابطه او متماسكه، انا عايزاها حاجه كده مكرونه بالوايت صوص، يعني سهله تبقى خفيفه. ابتديت اجيب صينيه، وابتديت انزل بالخليط اللي عندي بالشكل ده. اتصرفنا ولا ما اتصرفناش؟ أكلة في منتهى الجمال، وسهلة جدا، وبحاجات بسيطة عندك في البيت. ابتديت اسويها بقى، اسوي المكرونة كده في الصينية، وابتديت انزل بباقي البشاميل على الوش. شايفين البشاميل بتاعي مش رابط، يعني ايه بيعتبر يعني رابط حاجة بسيطة. ابتديت بقى اظبط وش المكرونة كده بالشكل ده، وهنكون مولعين الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200، ونحطها على الشبكة اللي في النص لغاية ما تستوي. هي بتعتبر كل حاجتها مستوية لغاية ما تلون الوش بتاعها كده، وتطلع بقى من الفرن كده تتاكل أكل. دي الصينية بتاعتنا كانت جاهزة اهي، طلعت من الفرن. أنا بقى ما بسيبهاش تبرد، احنا بنحبها سخنة، يعني تتاكل كده سايحة في قلب الطبق زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت بقى ايه اخد كمية، طبعا مش هتطلع لي خرط، انا مش عايزاها خرط، انا عايزاها كده ايه تاكليها كده تحسي بالصوص بتاعها، وتحسي بالفراخ، وتحسي بالمكرونه، بكل حاجه. دي مش المكرونه بقى ايه اللي هي البشاميل اللي هي رابطه في بعضيها، لا، ولو سبتيها شويه هتلاقيها ربطت في بعضها على طول. وكانت اجمل طبق مكرونه او اجمل صينيه مكرونه هتاكليها. عملناها بوركين بمنتهى السهولة. يلا بينا بقى على الوصفة اللي بعد كده. هنسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا هنا نص كيلو من الدقيق، ضفت له معلقة خميرة كبيرة، معلقتين من السكر، 3 معالق من السمسم، وعندي هنا كوباية نصها سمنة ونصها زيت. يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو سرحتي معايا بقى ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك حلو من ايديك. ونبتدي بقى ايه نقلب الدقيق مع السمنة مع الخميرة مع السكر، ونبسهم بقى ايه بس كده ان السمنة تشرب من الدقيق، يبقى الدقيق عامل زي الرملة عندنا، زي ما بتبسي كده الكحك والقرص والحاجات دي اهي بالشكل ده كده، لغاية ما الدقيق عندنا يبقى عامل زي الرمل. وابتديت لو عندك لبن او عندك مية اللي موجود عندك، او لبن رايب اشتغلي بيه. انا ما عنديش لبن، استخدمت ايه ميه. بتبقى حاجه بسيطه حبه بحبه كده لغايه بس العجينه ما تلم معايا. حتى هتلاحظي انا بحط ايه يعني حاجات بسيطه عشان الميه ما تفلتش معايا اهي بالشكل ده. سبتها بقى ايه تخمر وترتاح شويه، وابتديت افرش المفرش بتاعي، وهوريكم بقى هنعمل ايه. اول حاجه زي ما اتعودنا هنسمي بسم الله، وطبعا نصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وربنا يجعل بقى ايه البركه ما بين ايديكي. ايه الحاجات بقى ايه كل ما الجو يحلو كده والحر يروح، المعجنات والحاجات في قلب البيت بتبقى خير. اي حاجه هتعمليها بتبقى حلو، اي حاجه هتعمليها تنفعك فطار تنفعك عشاء، حاجات بمنتهى السهوله. انا فردت العجينه بالشكل ده، وابتديت عندي بلح عجوه، ابتديت احطه كده ما بين العجين وبعضه، فردت قطعه من العجين وحطيتها على الوش، وابتديت افردها عليها بالشكل ده. بغطيها بقى كويس كده. حسيت ان في ايه قطعتين كده باينين، غطيتهم بالعجين. عجينة عندي طرية وزي الملبن.
اظن حاجات يعني سهله جدا جدا وبسيطه عليك. يلا يا وزه ما تكسليش، صدقيني الحاجات دي خير في البيت والله. هتنفعك كتير، هتنفعك في اللانش بوكس لاولادك، هتنفعك لاولاد الكبار يفطروا بيها مع كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، كوبايه لبن. حاجات كده ايه، تقوم الصبح تلاقيها في البيت تبقى حلوه جدا. ابتديت اجيب العجله بتاعه العجين اللي هي المشنشره، واقطع الايه، ال- العجين بتاعنا اللي بقى عايزه تطلعيه بيضاوي، عايزه تطلعيه مربع، عايزه زي ما انت عايزه بقى. الفكره اللي بتجيلك وانت بتشتغلي اعمليها. احنا هنعمل منه تلات انواع. ده النوع الاولاني، كل ده من نص كيلو دقيق. عايزه بقى تضعفي الكميه بتضعفيها. هنجيب بقى صينيه احنا مش دهنينها اي حاجه، وهنبتدي نرص فيها ايه، ال- الشرايح بتاعتنا او القراقيش بتاعتنا بالشكل ده. في الوقت ده بقى بتكوني مولعه ايه، الفرن على درجه حراره 200 كده. وتبتدي ايه، طبعا قبل ما هدخلها الفرن دي انا رصيتها اهي. انا طبعا مش هرش عليها لا بيض ولا اي حاجه، بس عندك شويه سمسم حطيهم، مش حابه السمسم، حبه البركه، مش عايزه لا سمسم ولا حبه البركه. خلاص بتحطيهم بقى ايه في الفرن على طول، حطيهم بقى في الشبكه اللي في النص، واول ما يلونوا من تحت ومن فوق بنطلعها. ابتديت بقى اخد قطعة تانية من العجين وفردتها فردة حلوة كده. بتفرديها بايدك طالما العجينة سهلة ومخدومة هتمشي معاكي على طول. ابتديت برضو اوزع الايه العجوة عندي، او بلح العجوة بالشكل ده. كان سايح خالص معايا. يعني ايه، لو انت عايزة بقى تعمليه رق حلو وممكن تجيبي كيس نايلون وتفردي فيه العجوة بتاعتك وتحطيه في التلاجة شوية وتحطيه. بس انا ولادي ما بيحبوش العجوة كتير، يعني ايه، عشان ما يبقاش مسكر قوي. وابتديت بعد كده الفها رول بالشكل ده. بصوا العجينه مش قادره اقولك سهله في التشكيل قد ايه. وبعدين اعملي بقى الشكل اللي يعجبك، او الحاجه اللي تخطر ببالك وانت بتشتغلي. مش لازم يعني انا عملت كده تعمليها، عايزه تعمليها بشكل تاني اعملي. دي بتتباع في الفرن بشيء وشويات، انت هتعمليها. يعني زي ما انت شايفه ما كلفتناش حاجه. حاجات من جوه البيت، لو عندك شويه دقيق خلاص عندك الخير كله. ابتديت بقى اقطعها كده قطع كده وايه، واحطها في الصينيه. يا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ابتديت ارش عليها شويه من السمسم من على الوش من فوق كده. وطبعا اول ما الصينيه الاولانيه خرجت دخلت ايه دي وراها. هنيجي بقى ايه للعجينه التالتة، هنعمل منها قرص بعجن اهي، على طول كده واروح فرداها بالشكل ده. اظن بقى ايه، عايزه تعملي كله حاجه واحده بتتكل على الله وتعمليه شكل واحد. انا عملت كده منه 3 اشكال. فردت العجينه، حطيت فيها قطعه العجوه ودورتها بالشكل ده. سهله ومش مش بتاخد منك وقت. وحطيت برضو على وشها ايه شويه من السمسم. وهجيب السكينه بقى واعمل ايه فيها فتحتين كده اهو، وندخلها برضو على الفرن. خلصتها بقى بعد كده. ده شكل بقى القراقيش اول ما خرجت من الفرن بالشكل ده، شايفين ما شاء الله في منتهى الجمال. تبتدي بقى ترصيها، عايزه تحطيها بقى في بعد ما تبرد تخزنيها، تحطيها في علبه كده مقفوله ليها غطا، ووقت ما تعوزي منها تاخدي منها وترجعي الباقي وتغطي عليه بالشكل ده. هنجيب برضو القرص بتاعتنا المدوره، خرجت من الفرن كله خرج واستوى وسوى بقى مظبوط، وما شاء الله مش قادره اقول لك هي جميله قد ايه. يعتبر خير في البيت بأقل القليل. عايزة بقى تضعف الكمية زي ما قلت لك بتضعفيها. بصي عملوا كمية قد ايه، ده نص كيلو، يعني عايزة تكتري هتكتري حسب بقى ايه عدد الأفراد عندك. شايفين بقى عاملة من جوه ازاي. طبعا كل ما هتكتري لها العجوة هتبقى أحسن، بس أنا مش مكتراه. شايفين بقى ده الرول اللي احنا كنا عاملينه، ودي القرص. شايفين السوا من بره ومن جوه في منتهى الجمال، أسهل من كده مفيش. يلا بينا بقى ايه على اللي بعد كده. عندي هنا 4 بيضات هحط لهم شوية من الفانيليا، عندك فانيليا بودر عندك فانيليا سايلة اللي موجود. عليهم كوبايتين من السكر، كوبايتين الا ربع. عايزة تعمليها مسكرة شوية بتعملي كوبايتين ايه كاملين. نضربهم بقى ضربا مبرحا كده وبعد كده لغاية بقى ايه
هنسيب اللهم صل على النبي. بعد ما ضربناها بقى بالبياض اللي انتوا شايفينه ده، هنملى بقى نعمل 3 كوبايات من الدقيق. هننخلهم بقى لازم تنخلي الدقيق عشان ده بيساعد على ان الكيكه بتاعتك تبقى هشه وتبقى كلها طراوه. انما لما بتحط الدقيق مكتل مع بعضه ما بينفعش خالص. دي اول كوبايه دقيق، عليها كيس بيكنج باودر. بعد ما حطينا الزيت على الخليط، هنحط عندنا كوباية لبن. يبقى 4 بيضات، عليهم كوبايتين من السكر، عليهم كوباية زيت أو كوباية سمنة أو كوباية زبدة، وعليهم كوباية لبن. بعد كده دي كوباية الدقيق الأولانية أو عليها كيس البيكنج باودر، وبعد كده بحط الكوبايتين اللي بعد كده. بس انت لما تيجي تحطي للكيكه عيار للدقيق، مثلا انت واخده على انك بتحطي 3 كوبايات، حطي 3 كوبايات الا ربع او كوبايتين ونص، وشوفي قوام الكيكه بتاعك عامل ايه، عشان كل دقيق كل مره بتجيبيه بيبقى غير الاولاني، فبيختلف من دقيق لدقيق. ونقلب كده ونشوف احنا هنحتاج قد ايه. هقولك على المكونات تاني: 4 بيضات، عليهم كوبايتين سكر، عليهم كوباية مادة دهنية أيا كان بقى، زيت زبدة أو سمنة، عليهم كوباية لبن مليانة، عليهم 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا البيكنج باودر والفانيليا. ونقلب بقى الكيكة بتاعتنا بالشكل ده لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. عندنا بقى صينية مدهونة كده زيت ودقيق بالشكل ده، ونبتدي ننزل بالخليط بتاع الكيكة بتاعنا. طبعا في الوقت ده بتكوني بقى يا دوبك مولعه الفرن على درجه حراره 160 170، ما يبقاش عالي قوي عشان ما يحرقش معاكي الكيكه وما تستويش من جوه. وتسيبيها بقى لغايه ما تعلى، ما تفتحيش عليها الفرن. هتلاقي بقى هي بتعلى بقى مع نفسها كده وتاخد سوا بالهادي، يعني بتاخد لها تقريبا من نص ساعه لتلتين ساعه. وكل واحد بيبقى عارف بقى الفرن بتاعه. اول ما طلعت طبعا انا ما بستناش عليها ان هي ان هي تبرد، بقلبها على طول. يعني يقولك الكيكه بصبري عليها كده لما تبرد، انا لا احب على طول اشتغل فيها وهي سخنه. نبتدي بقى نقلبها عشان نشوفها مع بعض. يا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده شكل الكيكه بتاعتنا اهي، الحمد لله بعون الله طلعت مظبوطه بمشيئه الله. هي بس بتمشي على المكونات دي بالمظبوط، بس في الدقيق ما تحطيش الدقيق مره واحده. وممكن تحتاج عن ال3 كوبايات دقيق، فانت بتبقى الدقيق ده اختياري بالنسبه للسوائل، لشربه يعني للسوائل. هنبتدي بعد كده بقى نقطع الكيكه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. طبعا هي سخنه، انا ما استنيتش عليها لما بردت. ودي شكل الكيكه بتاعتنا. يعني حاجات في البيت هتتعمل باسهل الاشياء، مش هتقولي بقى انا عايزه اكلف وعايزه اخلص، لا. بيضتين كده من جنب العيال من بتوع المدرسه اللي انت جايباهم من المدرسه، هيعملوا لك صينيه كيكه يفطروا بيها الصبح، تحطي لهم قطعه في اللانش بوكس بالليل قبل ما يناموا مع كوبايه لبن بالشكل ده، ومغذيه ومفيده. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، ومع الف سلامه حبايب قلبي.